لكم تحية مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقائنا الدائم يوم الخميس وكورة بلدنا. كورة بلدنا النهارده بشكل متغير شوية، هيبقى على جزئين إن شاء الله، ولكن حقكم محفوظ في الوقت المتاح دايما. الدوري الممتاز به له معانا ساعتين ومعانا نص ساعة انفرادات كاملة، هنتكلم عن الدوري المصري حصري على التلفزيون المصري. برحب في البدايه مشاهدينا الكرام بالزميل عبد الناصر زيدان. اهلا بك عبد الناصر، نورني. اهلا بك ايمن، وخليني برضه اقول واكمل ان فعلا، بس انا خليني اشكر الاستاذ محمد العمري رئيس قناه القاهره الذي سمح لنا بنص ساعه اضافيه النهارده. نص ساعه رياضه. لا، هو اللي عجبني في حاجه يعني هو الممتاز به بمجموعاته السته، زي ما الناس منتظره ايمن وعبد الناصر وباهي، لن ناخذ من حق المجموعات السته شيء. تمام. ولكن وفقنا بالامس واجتهدنا في الحصول على مجموعه من اللقاءات الحصريه والانفرادات لكره بلدنا وقناه القاهره. لم نجر بهذه الحصريات او اللقاءات الخاصه جدا على الناس اللي مستنيانا عشان تستمتع بالاسبوع الخامس من الممتاز. جميل. نرحب بخبير التحليل الاستاذ محمد باهي اللي منورنا دايما في كوره بلدنا مع الارقام والتحليلات. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك استاذ ايمن، واهلا بالارقام والاحصائيات والاضافات في هذا الاسبوع وضحايا المدربين والمفاجآت في هذا اليوم. ومبروك البدله الجديده يا باهي. هنبدا مشاهدينا الكرام باول فقره معانا النهارده، تشاهدون الليله في كوره بلدنا. طاهر أبو زيد يتحدث لأول مرة لقناة القاهرة وكورة بلدنا. عصام الأمير في تصريحات خاصة لعبد الناصر زيدان. مشاهدينا الكرام، يمكن عندنا مجموعة من التصريحات النهاردة هتبقى انفرادات لقناة القاهرة. يمكن قدامنا كمان لسه تصريحات أخرى. جمال علام ولقاء ساخن جدا مع كورة بلدنا. مدينة دربالة يواصل تعطيل الكبار واستقالة نبيل محمود. سوهاج يرفض القمة وضربتي جزاء تشعلان أجواء مباراته مع أسوان. بترول أسيوط في الضياع ورحيل أبو العينين شحاتة عن الواسطة. ساعة الحكم تهدي التعادل للنصر وطوخ يشكو المراقب والحكم. كورة بلدنا يرصد أسرار أزمة عودة وإدارة بهتيم. بلدية المحلة يتصدر الخمسة وكفر الشيخ ومياه البحيرة يتنافسان على قمة السادسة. رجعنا لحضراتكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام. يمكن العناوين اللي شفتوها هتبقى محور حديثنا في حلقتنا النهارده من كورة بلدنا. هنبدأ مع حضراتكم باللقاءات الحصرية اللي قلنا لحضراتكم او وعدناكم بعرضها النهارده. زميل عبد الناصر كان في امبارح اجتماع، هيحكي لنا تفاصيل هذا الاجتماع وهذه اللقاءات الحصرية. ماذا حدث بالامس في توقيع بروتوكول بيع الدوري المصري للتلفزيون؟ اولا خليني اقول لك، انا بتوجه بشكر خاص للسيدة الفاضلة وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين. بالفعل يمكن بالأمس عندما طلبت كلمة منها أو لقاء سريع لقناة القاهرة وبرنامج كرة بلدنا، كان لي الشرف أن خصتني بهذا الكلام بالإضافة إلى كلمة خاصة للبرنامج. بعتبرها شرف كبير لي وليك وللزميل محمد باهي ولكل أسرة البرنامج، بل وللإعلام
الكبير الأستاذ محمد العمري وأسرة القناة بالكامل أن تتحدث الوزيرة عن برنامج وليد، هو في الحلقة الرابعة من عمره، ويلفت نظرها تبني هذا البرنامج للناس الغلابة. ويمكن قبل ما أقول لك التفاصيل كلها يمكن أنا أسيب جزء من هذه الأخبار لزميلي محمد باهي، ولكن تداولت الناس كلها تفاصيل الصفقة. ولكن الأجواء، قول لنا الأجواء اللي كانت موجودة، يمكن التراجع والعودة يمكن أنا كنت موجود بالأيباد في الغرف المغلقة بمفردي وليس هناك كاميرات، وحصلت على حاجات مهمة جدا، كان أهمها أن وزيرة الإعلام كم كانت متحمسة لأن تعود للدولة سلطانها على حقوقها في عملية البث المباشر. عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون كان بذل مجهودا خارقا. يعني أنا امبارح أكثر من 10 ساعات ما بين وزارة الرياضة ووزارة الإعلام أرى بأم عيني مجهود خارق، لدرجة أن أنا اللقطات قدامنا حصرية على الهواء، دي لقطات حصرية على فكرة ده تصوير ايباد، يعني ربما يكون الريزوليشن قليل شوية رغم أن الصورة جيدة، ولكن يعني هذه اللقطات كانت قبل توقيع العقد، وقت أن استقبلت السيدة الوزيرة درية شرف الدين السيد وزير الرياضة الجريء المحترم الذي قال ووعد فأوفى بما قال وبما وعد، هو ووزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين. وهذه لقطات من القاعة قبل دقائق من التوقيع والإعلان الرسمي عن توقيع البروتوكول. كان كل شيء جاهز ولا كان في لسه كلام في نقاط وبنود وخلافه؟ لا، هو بص عايز أقول لك على حاجة، ليس هناك خلاف، لأن كان هناك نية لتفعيل يا أستاذ باهي مؤسسات الدولة. كان هناك نية صادقة وعزيمة وإرادة قوية أن يرى الشعب المصري لأول مرة تكامل بين مؤسسات الدولة متمثلة في الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري على المستوى الخاص، على المستوى العام وزارة الرياضة متمثلة في الكابتن طاهر أبو زيد، ووزارة الإعلام متمثلة في الدكتورة درية شرف الدين. فالخلاف على البنود ده خلاف طبيعي، ولكن لم يكن هناك خلافات جوهرية. حفظ حقوق بس يعني الأمور قانونية. يعني كان إبراهيم إلياس المستشار القانوني كان موجود في بعض البنود بينقح بعض الأمور. الكابتن أنور صالح شفته بيغير بعض الأشياء، بعض الحروف كانت ربما تعطي مفاهيما مختلفة للمعاني. طيب عايزين ناخد رأي أستاذ محمد باهي بقى في هذا الأمر. مهم. لا أنا عايز أقول إن دي عودة هيبة المؤسسات. إن معنى إن التلفزيون المصري بالكونتاكت أو بالاتصال مع وزارة الرياضة كمؤسسة رياضية والتلفزيون كمؤسسة إعلامية ينصهر الاثنان في بوتقة واحدة ويخرج منهما بروتوكول تعاون أو بروتوكول تعاقد للدوري المصري الحصري، وإنه يرجع لمصر، يعني مصر اللي بتعمل الدوري الحصري ده عودة هيبة الدولة. جميل. هيبة الدولة الإعلامية. يعني بعد ما راحت واندثرت لأكتر من قنوات بفعل فاعل طبعا. أكيد طبعا بفعل فاعل. يعني جه الوقت لوزيرة الإعلام ووزير الرياضة أن يحطوا التلفزيون أو الإعلام المصري على الطريق الصحيح. أنا شايف أن دي خطوة مهمة جدا وخطوة جادة، بناء مؤسسي وبناء قاعدة قوية يقدر نبني عليها بعد كده فيما هو آت إن شاء الله. جميل. حتى وزيرة الإعلام يمكن علشان خاطر عندنا تقارير كتير، عايز أقول لك يعني حتى السيدة الوزيرة وأنا بعتبرها رائدة، لأن أنا اشتغلت كان لي الشرف أنني عملت 2002 تقريبا في فترة بداية الألفينيات وقت أن كانت رئيسة للفضائية وصولا إلى 2004 لما عملنا أول استوديو متخصص بعد أفريقيا لما عدنا من تونس، وكان لي الشرف العمل مع الكابتن مجدي عبد الغني في ذلك الوقت، وكان هو مذيع هذا البرنامج وأنا كنت رئيس تحرير، وكنا بنبذل مجهود، وما كانش في الإعلام المصري إلا دريم بتعمل حلقة أسبوعية يوم الاثنين، وإحنا عملنا السبت الرياضي أو استوديو الفضائية الرياضي، وأجبرت دريم بعد نجاح هذا البرنامج إنها تخلي برنامجها الجمعة، على كان إحنا كنا بنسبق بحاجات كتيرة أوي يوم السبت. فكانت موفر لنا إمكانيات كتير، ويمكن أنا حتى وأنا بذكرها قالت لي يعني الشغل في الفضائية كان ممتع بالنسبة لها وما تنساهوش. ففعلا أنا سعيد أن أحظى بشرف لقاء
مع رائدة إعلامية قبل أن تكون وزيرة، أكيد. مع سيدة لها مع الشعب المصري ومع الرأي العام باع وتاريخ محترم ويجله كل الإعلاميين. حسن أستاذ محمد باي، هل شكيت لحظة أن ممكن التعاقد ده لا يتم خلال الأسبوع الماضي بالتحديد بعد تسريبات وكلام اتقال الحقيقة كتير قوي في حق التعاقد بالتحديد؟ لا، هو الحقيقه كانت مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لنا، لان احنا ياما سمعنا كلام وسمعنا وعود وعهود الفتره اللي فاتت، ومعنى ان هو يتم التعاقد بالشكل دوت هي بصراحه مفاجاه ليا ومفاجاه لكل المتابعين. يعني ان يوصل انت عشان كنت في المطبخ. لا لا، كنت في خلي بالك الاستاذ باي حتى في تعليقاته معايا هو وزميلي عبد المنعم حسن كانوا متابعين التدرج اللي انا بكتب بيه، وان انا كنت براهن فكانوا مشفقين عليا لاني انا براهن على شيء صعب. حاجات كتير قوي من دول. لا خسائر قليله. لا هو مباريات بس. لا هو بصراحه ميزه عبد الناصر بيكسب الرهان الكبير. يعني على طريقه، عارف المثل اللي بيقول لك ضربه بالمرزبه والعشره بالشاكوش. هو عبد الناصر بيضرب الضربه، لكن خسائر الرهان الفرع ده ما تفرقش معايا. يعني كلنا سعداء بهذا اكيد طبعا. انا بصراحه فخور بيه. ده بيتنا وده مكاننا. يعني انا فخور بالاستاذ عبد الناصر بصراحه، لان هو فعلا استطاع ان يوصل للكواليس ويوصل. بعد ما نيجي من لقاء الوزيره اقول لك على موقف حصل بيني ما بين باهي في احد الملاعب قبل ما افكر في البرنامج ده. بس عايز قبل ما تروح للوزيره اقول لك باهي قال لي ايه واكمل لك. قال لي هل ده ممكن اللي انت بتقوله؟ قلت له القادم هو التلفزيون المصري. رد علي يا اخي قال لي انت بتتكلم في مستحيل. لما جينا طلعنا بكرة بلدنا نفس الوضع، نموذج الكل قال مستحيل، ولكن انا بقول وقلت ان هذه الوزيره وشها حلوه على هذا المبنى. وانا عايز اتكلم بس مش عايز اروح للاستاذ عصام قبل كلامه. لا احنا هنروح، ولكن كلامه هستأذنك بس. اتفضل. مشاهدينا الكرام، هنروح للقاء سريع مع الدكتوره دريه شرف الدين، ولقاء حول التعاقد مع الاتحاد المصري لكره القدم والدوري المصري حصري على التلفزيون. سيادة الوزيرة، كلمة من حضرتك بعد توقيع هذا العقد التاريخي بين التلفزيون المصري واتحاد الكرة المصري. يعني هو فعلا عقد تاريخي أول مرة وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة. ويعني شيء جميل إنه كيانين كبار جدا، اتحاد الإذاعة والتلفزيون واتحاد الأندية والناس في هذا الاتفاق الكبير اللي ان شاء الله هيبقى يعني عود بالخير على كلا الطرفين. وفي نفس الوقت نحن الاثنين في خدمه الشعب المصري وإبداع الرياضه الاولى في شارع مصر. وعدناكم بالحصري النهارده، والدوري المصري بقى عندنا حصري، والنهارده عندنا لقاءات حصريه ايضا. يمكن هيبقى معانا دلوقتي الكابتن طاهر ابو زيد يتحدث لاول مره عن برنامج كره بلدنا، وايضا عن اصراره على ان يكون الدوري المصري مذاعا على التلفزيون المصري. هنشوف مع بعض اللقاء الوزير طاهر ابو زيد ونرجع. يمكن ليك تصريح عايز تقوله او تعليق؟ لا هو يمكن انا بس بشكر الزميل محمد عطيه سهر معايا امبارح حتى الساعات الاولى من الصباح، ويمكن اول مره انا من اول ما جيت، لكن اكيد هو عملها كتير جدا. لا كمان اول مره اشوف رئيس قناه داخل مبنى مزبيرو يظل ساهرا حتى يطمئن بنفسه على برنامج هو متبنيه. ونزل الأستاذ محمد عمري للمونتاج وأشرب بنفسه على التنويهات اللي خاصة بكرة بلدنا. على فكرة الحاجات دي بتدي لك روح ما بعدها طبعًا روح دفعة ودفعة مع فريق العمل، لأنك أنت جوه مبنى مزبير ونادرا لما تلاقي مثل هذه القيادات. الكابتن طاهر أبو زيد لما أنا حتى بكلمه عن البرنامج قال لي هو البرنامج مش شاب بالدرجة اللي الناس بتقول لي عليها. قلت له يا كابتن لو انت حاسس انه مش شاف ما تدينيك التصريحات، لان الكابتن طاهر على فكره صمم انه يقعد
واساله في كل الاسئله وقلت له انا مش اثقل عليك لان ده حق مظالم، فانا مش عايز يعني. حتى لقاء الوزير على فكره لقاء مطول، احنا قسمنا اجزاء، وعندنا كمان جزء تاني كلامها عن البرنامج نفسه وعن قناه القاهره، لان نحن نبحث عن المفيد والمثمر. فالكابتن طاهر انا بشكره ان هو دايما بيخصني بالشيء اللي بيرفع من معنويات كل الانديه، واحنا بنشكرك على هذا الموضوع. وكمان يا ايمن الفلوس اللي احنا جبناها للانديه يعني طاهر كان سعيد جدا، وانا اسمح لي بلا القاب سياده الوزير ان انا اقول ان فعلا الناس حست معاه 100,000 جنيه لكل نادي في الممتاز به و50,000 جنيه في الدرجه الثانيه والباقي كمان اكتر. طيب علشان وقتنا مشاهدينا الكرام هنروح سريعا للكابتن طاهر ابو زيد وتصريحاته عن تعاقد التلفزيون مع الاتحاد المصري لكره القدم. اولا بنهني اسره كره القدم المصريه، الاتحاد المصري لكره القدم، هي انه لاول مره ينجح في التعاقد مع تلفزيون الدوله، وبيؤكد لاول مره رياده التلفزيون المصري، وايضا يكون هو النافذه الحقيقيه للوصول لكل المصريين البسطاء، رجل الشارع العادي، اللي المفروض ان اللعبه الشعبيه الاولى بتصل من خلال هذا التلفزيون العريق الذي يمثل الرياده. في الحقيقه البعض يعني غضب خلال الايام القليله وظن ان التلفزيون بحصوله على حق البث الارضي والفضائي انه يمنع القنوات الفضائيه الاخرى في تغطيه هذا المنتج. بالعكس، التلفزيون اعتقد انه ضد مساله الاحتكار. التلفزيون سيحاول مع الوقت وبالتنسيق مع بعض القنوات الفضائيه ايضا الوطنيه انه يتعاون معها بشكل او باخر. ما اعتقدش ان دي مسؤوليتي، انما انا كانت مسؤوليتي الحقيقه في الاول هي ان ارعى جزء غالي من الرياضه المصريه، وهي كرة القدم، اللعبة الشعبية عندنا. عارف طبعا ان احنا بندعم كل الفرق من اموال الدولة، وبالتالي حرصنا كوزارة الرياضة على مباركة هذا العقد بتأتي من منطلق رفع الدعم عن كاهل الدولة، وبالتالي يوجه الى اشياء اخرى اعتقد المواطن البسيط في امس الحاجة اليها. النهارده تلفزيون مصر في الحقيقة بيتحمل جزء كبير جدا من ميزانية اتحاد كرة القدم بموافقته على هذا العقد، وأيضا جرأته في التصدي لهذا المبلغ الكبير نسبيا في ظل هذا التوقيت. إنما يعني سيثبت الدوري المصري برغم التوقف الماضي وبرغم أنه بيلعب في ظروف ما فيهاش جماهيرية على الأقل في الجزء الأول من البطولة، إنما أعتقد مع مر الأيام هيظهر قيمة هذا الدوري وقيمة هذا المنتج. وأنا بعتبر أن ده تحدي كبير جدا لوزارة الإعلام. بشكر معالي الوزيرة الدكتورة دورية شرف الدين على أولا وطنيتها، نمرة 2 على مساعدتها لاتحاد كرة القدم بهذا المبلغ الكبير، مش كده وبس، وأيضا كل المبالغ السابقة التي يعني لم ينظر إليها أحد أصرت معاليها أن هي تضعها في هذا العقد. ده دليل وطنية ودليل إنكار ذات، لأنها لا تفكر في وزارة الإعلام فقط، إنما تفكر أيضا في مصالح اتحاد كرة القدم. هذه روح جديدة، هذا سلوك جديد، هذه هي الروح التي نتمناها في مصر، هي دي الروح اللي بنلتف حواليها. عارفين طبعا كلنا بنعاني خلال هذه الفترة من شيئين في الحقيقة، والاثنين هم نتاج ثورة 25 يناير و30 يونيو، هو الحرب ضد الفساد والإرهاب.